هون بالطنجرة حطيت معلقة سمنة وحطيت حبة بصل مفرومة ناعم وعود قرفة وسنين توم وورق غار ورشة هيل ورشة فلفل أسود. رح اتركهم حتى شوي يتبلوا على بعض. بعديها رح اسقط عليهم الدجاج. انا هون عندي قطع الدجاج منظفة جاهزة. رح اسقطها على التوابل لتاخد شوية نكهة. بعديها رح اغمرهم بالمي. هون بعد ما تركت الدجاج يتبل شوي بالبهارات رح اغمره بالمي واتركه لحد ما يستوي الدجاج. بده تقريبا ساعة الا ربع. طبعا بهاي الخطوة كمان فيكن تضيفوا حب الحمص الموجود عندكم. انا ما رح اضيفه لانه انا عندي الحمص مسلوق من قبل. رح اضيفه بس بطنجرة الطبيخ. اما اذا ما كان مسلوق فيكن تضيفوه مع الدجاج مشان ينسلق معه. هلا هون حطيت معلقة سمنة صغيرة وحطيت حبة بصل مفرومة ناعم وراس صغير توم. هو انتو الكمية اللي عاملينها. بعد ما تحمص شوي هلا رح احط عليهم البهارات. انا البهارات موجودة عندي هون عبارة عن ربع معلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة من الكركم، ونص معلقة صغيرة من الهيل، وربع معلقة صغيرة من القرفة، وكمان حطيت نص معلقة صغيرة من البهار المشكل، وحطيت ورقتين غار. واذا عندكم بهارات قدرة حطوا كمان نص معلقة صغيرة. هاي الكمية عندكم. انا عاملة كمية كاسة رز. هلا رح ادير هدول البهارات على البصل واحركهم شوي ليتحمصوا. بعد هون اختيار انا حطيت حبة فلفل حار وحبة جزر مسلوقة نص سلقة. هاي الخطوة اختياري فيكم تستغنوا عنها. بعدها سقطت نص علبة الحمص الموجودة عندي وراح احركهم كلهم سوا. بعد هون بعد ما حطيت حبة الحمص راح اسقط الرز اللي عندي. انا عندي كاسة رز منقوعة رز بسمتي حبة طويلة راح اسقطهم على الاكل. هون الدجاج عندي جهز. راح استخدم مرقته بالاكل. والدجاج رح احطه على طرف على اساس اشويه بالفرن. فيكن ما تشوه فيكن تحطوه بنفس الطنجرة قبل الرز بس انا بحب اشويه على طرف. هلا هون حطيت مرقة الدجاج على الاكل وهيك بعد ما بلش يغلي عندي رح اوطي الغاز واسكر الطنجرة واتركه تقريبا من تلت لنص ساعة لحد ما يستوي عندي الرز. هلا هون لخلطة الدجاج انا حطيت فيكن تحطوا معلقة رب بندورة او كاتشب وثلاث معالق لبن، 3 معالق صغار لبن، وسن توم مهروس، ومعلقة صغيرة زيت زيتون، ومعلقة صغيرة من الماجي بودرة، وكركم وربع معلقة كركم وفلفل اسود، وحطيت كمان رشة هيل ورشة قرفة وراح اخلطهم سوا كتير منيح. معلقة صغيرة ليمون معصور. حركتهم كلهم سوا لصاروا مثل هيك. هلا راح ادهن الدجاج فيهم من فوق ومن تحت واحطه بالفرن. وهيك دهنت الدجاج. هو اصلا مستوي عندي بس انا راح احمره. راح يطلع كتير طيب مع الأكلة لما يكون متحمر. حطيت الدجاج بالفرن لحتى أحمره من فوق ومن تحت. وهيك أكلة القدرة صارت جاهزة والدجاج محمر. هلا ضل بس إني أحطهم بصحن التقديم. وهيك أطيب قدرة صارت جاهزة. هلا القدرة بتتاكل بجانبها سلطة ولبن. من أكثر السلطات اللي بحبها بجانب هالأكلة السلطة. رح أحكي لكم هلا مكوناتها. هي عبارة عن حبة بندورة صغيرة وحبة خيار ونص حبة بصل صغيرة أو بصل أخضر إذا موجود عندكم، وثلاث ورقات خس مقطعين كلهم ناعم، وفلفلة ملونة، وحبة جزر مبروشة، وشوية رمان، وربع حبة تفاحة خضرة حامضة. هي كل مكونات السلطة. والدريسنج عندي الصوص تبع السلطة عبارة عن حبة ليمون صغيرة ومعلقة زيت زيتون ورشة ملح ورشة صغيرة من الخل تقريبا ربع معلقة خل. وهيك بتكون أزكى السلطة عندي بجانب هاي الأكلة.